السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ مزيانين بخير؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، نتمنى يعجبكم. ما تنسونيش من اللايك ديالكم، ولا كنتوا ديال جداد باقي ما اشتركتوش في القناه فعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم واحد لاجينواز كتجي هائله رائعه واقتصاديه، فيها مكونات زعما بساطين كاينين في كل منزل. عندي هنا 3 البيضات، 2 ملاعق ديال الزيت، 1 ملعقة ديال الحليب، و150 غرام ديال الدقيق، زائد 150 غرام ديال السكر، ولا فاني يعني سكر فاني، وخميرة ديال الحلويات. هنايا كنفقص بيضات كنبدا بهم هما الاولين. ساهله كتجي هاد لاجينواز، ما كتاخدش الوقت مره نهائيا، كله اي واحد يعملها، وكتجي خفيفه وكتذوب في الطقم. هنا من بعد ما حطيت 3 ديال البيضات ديالي، غنعمل عليهم شويه ديال السكر بشويه بشويه، وغادي نطلع بالباطوغ. عملت واحد شويه ديال الملح طبعا لتصحيح الذوق. صافي غنستمر هيدا بهاد الطريقه، نخفقها مزيان البيضات مع السكر حتى يبيض لي اللون ديال البيضات. كيصبح الشكل ديالو بهاد اللون بحال هيدا. وعاد نزيد الفاني ديالي، سكر فاني، وديك ملاعق ديال الزيت في الاخر هما، والحليب كنزيدهم حتى الاخر. صافي مع استمرار طبعا الخفق، ما كنوقفش يدي حتى الخليط كيطلع لي مزيان. من بعد ما طلع لي الخليط ديالي، غادي نعمل الدقيق ديالي من بعد ما كنكون نخلته قبل. ودابا عاود ملي كنجي نعملو عاود كنزيد نخلو. طبعا هو قد ما تغربل قد ما مزيان كيجي الكيك مهوي من داخل. وعملت معاه عاود بيكن باودر، خميرة الحلوى، غير نص ديال الباكيه دي، غير شويه يعني ماشي بزاف، قولوا شي ملعقه هيدا كبيره ديال البيكن باودر. في هذا القياس هذا ديال 150 غرام ديال الدقيق، في 150 غرام ديال السكر، في 3 ديال البيضات، في 2 ملاعق ديال الزيت، في ملعقه ديال الحليب. هنا عندي هذا المول، هذا الحجم ديالو صغير ماشي كبير، غير كيبان كبير. بالحق فيه السمك ديالو كبير، كيجي الكيك عالي. صافي هنايا من بعد ما عملت ورق الزبده ديالي ضروري، حيت الكيك هذا باش تعملو في الفران خصو ضروري ورق الزبده. وغادي نحط الخليط ديالي كامل في المول، وباش نخشيه في الفران يطيب من تحت حتى يطلع مزيان، عاد نحمرو من الفوق. هنايا في هذا الخلاط ديالي الحليب غادي نعمل نصف لتر ديال الحليب. من بعد ما بردته مزيان خشيته في المجمد حتى برد مزيان. وهنا عملت الكريمه ديالي، كريم شونتيي، عملتها غبره هاد المره. انا كتعجبني سائله، ولكن هاد المره جربتها بودر حتى هي مزيونه. صافي هنايا باش نخفق كلشي مع بعضيتهم، الحليب مع الكريم شونتيي حتى تطلع مزيان. الصراحه دغيا كتطلع. هنايا لاجينواز ديالي من بعد ما وجدت قسمتها، خليتها حتى بردت مزيان وقسمتها. انا كنسقيها بالحليب كل مره الصراحه، باش كنسقيها مره كنعمل السيرو ومره الحليب على حسب، باش ما بغيتو كتسقيوها. وهنا غادي نعمر الشونتيي ديالي. هاد الطرط ديال لاكريم يعني سهله
وبسيطة واقتصادية، كتجي يعني في متناول الجميع. هنا عندي كريم كراميل ديالي، ماشي كريم كراميل، الكراميل. عندي كراميل جاهز، حطيته حتى هو في القاع باش يعطي المذاق. وهنا عندي شويه ديال المكسرات، هيدا اللوز والجوز، يعني الكركاع اللي عندكم نتوما، اي حاجه بنادم كيعملها غير باش كتعطي شويه ديال القرمشه وصافي. تقدروا تعملوا حتى كيكس، يعني هيدا مقرمش حتى هو كيجي مزيون. صافي انا حطيت الطبقه الثانيه وغنسقيها حتى هي بالحليب. وغادي نعمر بالشونتيي ديالي، نعمرها مزيان وندوز عليها بالاسبالتول. صراحه هاد الاناء الدائري هذا ديال البلاستيك مزيون، كيسهل الخدمه بزاف. كيف ما تقدر تخدم به هيدا لي غاطو اولا تقدم فيه شي حاجه هيدا عندك تقدمها فيه، كيجي صراحه هائل. صافي هنا من بعد ما حطيت جينوز الثالثه، عاود سقيتها وعمرت بلا كريم، وكملت باقي ديال المكسرات اللي بقاو لي. مهم هو نعدلو شي حاجه يعني في الدار عارفينها باش كتعدل، فرحوا بها راسنا وليداتنا. هذا ما كان يعني فعود ما نتشهاو شي حاجه بحال هيدا غنشريوها من الزنقه، ثمنها مثلا غالي ولا شي حاجه، والمذاق ماشي حتى نتما، وما عرفاش حتى شني فيها وشكون عدلها وكيفاش تعدلت. اللهم نعدلوها في الدار ديالنا عارفينها باش كتعدل، عارفينها غنعملوها بالمذاقات اللي خصنا حنايا طبعا، وغتجي لذيذه طبعا. صافي هنا الطبقه الاخيره، الطبقه الرابعه. شفتوا لا جينواز تبارك الله جات عاليه، قسمتها على اربعه ديال القطع. كل قطعه نقولوا السمك ديالها هيدا شي 2 سنتيم اولا اكثر، يعني جات عاليه، جات مزاونه. لا جينواز هذه صدقوني كتجي هائله وساهله، زعما كتوجد دغيا دغيا. تقدروا تعملوها حتى على شكل كيك، هيدا تاكلوها هيداك، ولا تعمروها باش ما بغيتو، تزيدوا يعني شي اضافات عليها بحال الزبيب بحال المكسرات، وتاكلوها بحال الكيك. ماشي ضروري تكون طورطه ولا شي حاجه. صافي من بعد ما منطيت كلشي هنايا، منطيت لا كريم خشيتها في المجمد حتى جمدت مزيان باش نعمل لها المونطاج هيدا الاخير، مزوقه يعني واحد الزواق هيدا خفيف دغيا دغيا. صافي بديت كنشد هذيك الجنيبات بكريم شونتيي ديالي اللي بقات، كنشد ديك الجنيبات هيدا بشكل طولي. نتوما كديكوريو كيف ما بغيتو، كل واحد كيعمل الذوق ديالو اللي كيعجبو واللي كيبان بغرضك يعني في ديك الساعه شنو كيبان لك. هاد الطرطه جات عامره تبارك الله بلا كريم. انا ديك كريم شونتيي اللي عدلت كامله عدلتها، يعني ما خليتهاش، واخا تبقى يعني قلت غنعمرها من داخل وغنزوق بها. هنا عندي شويه ديال التوت، وعملت عليه شويه ديال السكر شويه ديال الماء، وعصرت عليه الحامض باش نغليه مزيان حتى يغلى، باش يجي بحال مرميلاده ديال التوت، تعطيني واحد المذاق. وهنا عندي قطع ديال الفخيز قطعتهم باش نزوق بهم، وشويه ديال التوت كان عندي في المجمد حتى هو جبدته. هاد الالوان كيتواتاو الصراحه مع الابيض، كيجيو هائلين.
انا بالليل ما كانتش الاضاءه كتبان مزيان، حيت مونطيتها بالليل، حيت كتاخد شويه الوقت في التجميد ديالها باش تخدمها. ضروري كنخشيها في المجمد تبرد مزيان، عاد كنخرجها نكملها. صافي بديت كنعمل هيدا الزواق هيدا خفيف وصافي، فريز وتوت. كنزوق هيدا اللي كيبان بغرطي في ديك الساعه كنعدلو. صافي انا بعد ما ساليت غادي نعمل هذيك مربى ديال التوت اللي فايت اللي حضرت معكم، وغادي نعمل غير خطوط هيدا مخرجين من ديك الفريز وديك الشيء هيدا باش يعطيو المنظر وصافي. في نفس الوقت كيعطيو واحد المذاق مزيون، كيجيو حامضين وحلوين في نفس الوقت، كيجيو هائلين صراحه، كيجي واحد المذاق فيهم رائع. صافي جا الشكل ديالها غزال صراحه، جا هائل الشكل ديالها. صافي كان عندي شويه ديال بيرلات هيدا اللي ديال الحلوى والشعله حمراء، زدت شويه زوقتها، والشكل ديالها هو هذا، بسيطه وسهله ولذيذه في نفس الوقت، ما كتاخذش الوقت بزاف. نتمنى تعجبكم وتجربوها، ونتمنى يعجبكم فيديو ديال هذا النهار، وما تنسونيش من اللايك ديالكم. ولا كنتوا ضياف جداد باقي ما اشتركتوش في القناه، فعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. وشكرا بزاف على المشاهده.